طب انا دلوقتي الدكتوره قالت لي لما تعيط، كل ما تحطيها على الارض سيبيها تعيط. اقول لها يا دكتور تقعد 3 4 ساعات بتعيط ما بتبلعش ريقها، تقولي سيبيها تعيط. انا دلوقتي مش عارفه هل اسيبها تعيط، ده شيء طبيعي ان هي تقعد كل ده بتعيط وما بتبلعش ريقها، ولا ما مش عارف. انا مش جاي لي قلب، انا مش جاي لي قلب اسيبها تعيط بالدموع يا حبيبتي، بالدموع. لا والله انا اسفه. بغض النظر عن النكشو، طبعا كلنا كأمهات بنتعرض للمواقف دي في حياتنا بالهبل، والدكاترة بيبقى ليهم وجهة نظر احنا كأمهات ما نقدرش ان احنا نطبقها. بس مع احترامي لجميع الدكاترة، دي بنتي انا مش شحتاها. بعد الشر بعد الشر بعد الشر، لو جرى لهم حاجة احنا اللي هنزعل، احنا اللي هنتقهر، احنا اللي هنتوجع، محدش غيرنا. معلش، احنا اللي تعبنا فيهم. ف نسمع كلام الدكاتره في حاجات، بس مش في كل حاجه. انا رحت لدكتور كبيره قوي 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 في اسكندريه، وبدون ذكر اسماء، ولو اني هموت واذكر الاسم، قال لي انت المفروض اصلا تفصليها من اوضتك، ما تنامش اصلا معاكي في الاوضه. انت المفروض ما ترضعهاش خالص بالليل. اما تعيط سيبيها تعيط. بقول له 3 ساعات ما تبلعش ريقها، يقول لي سيبيها ان شاء الله ما بلعت ريقها. فاقول له ازاي نفسها بيروح، روحها بتطلع، حرام. ما يجيليش قلب اعمل في ضنايا كده يا جماعه برضو. بيدلعوا علينا، بيتسهوكوا علينا، بيمثلوا علينا، انا عارفه ومتاكده من ده. بس ما يتدلعوا، ما يتسهوكوا. معلش يعني هم خلاص كلها كام شهر هيعدوا هوا، هيكبروا، مش هيبقى كل ده موجود، وهنفتقد الايام اللي هم عايزيننا فيهم. هم دلوقتي محتاجين لنا. انا لما افضل بسمع كلام الدكاتره واسيبها وتتفلق ومش عارفه ايه، طب وبعدين؟ طب فين الحنيه؟ انا بعلمها ان هي عادي لما انا اعيط تشوفني بعيط وتمشي وتديني ظهرها وتمشي، لان انا بعمل معاها كده من وهي صغيره. فشيء طبيعي انها لما تكبر وتشوفني بعيط مش هتتعاطف معايا، لان انا مش بتعاطف معاها لما هي تعيط. الناس هتقولي لا، ما هو مش في جميع الاحوال نعمل كده. ايا يكن، بتعدي لحظات هي بتشوف ان قلبي جامد عليها، حتى في لحظات قليله جدا في حياتها ممكن الذاكره تفضل مخزنه ده. خلاص يا قلبي، انا اسفه، انا اسفه. مهما كانوا بيعذبونا ومهما كانوا بيطلعوا عينينا يا جماعة، بس في الآخر نزرع عشان نحصد. بكلمكم بجد. وبعدين في حاجة بقى أنا ملاحظاها، وبصراحة على آخري هموت وانتقدها، ولو إن أنا مش محتوايا أصلا أنا انتقد حد، بس مش قادرة أسكت. يعني إيه أجيب للبيبي لعبة مهارات وأسيبه يكتشفها لوحده وأمشي؟ مش قادرة أفهمها. يعني أنا كمامي بجيب اللعبة اللي بننمي بيها مهارات البيبي، ما اقعد اتنيل على عيني العبه بيها، افهمها له. يعني هو لوحده المفروض يفهمها. في طبعا علم بيقول لك كده، في دراسه مش عارفه ايه، بتقول لك انه تسيبي الطفل مع اللعبه. ما افترضوا خزق نفسه باللعبه، بعد الشر ضر نفسه باللعبه، ما هو مش فاهم. لا، ما هو هيجرب ويفهم. ما يا جماعه، ما انا خلقي ضيق، انا مع التربيه الايجابيه والله، بس مش في كل الاحوال، مش كل تقليعه جديده تطلع انا نجري وراها. انا اسفه، انا مش قادره اعمل كده. انا عامله الفيديو ده من الاخر عشان اقول لكل ام اللي حواليها بينتقدوها: سيبي العيل يعيط، سيبيه يعتمد على نفسه، سيبيه مش عارف. ما تسيبوش. دلعي، دلعي. ربي وانتي بتدلعي، بس عيالك ما يهونوش عليكي. مش كل حاجة نسمعها لازم نطبقها. بكرة هيكبروا ومش هيحتاجوا حضننا، وهيطلعوا بره للعالم الخارجي. اشبعوا من حضنهم وشبعوهم من حضنكم. وبعدين لما نتعب دلوقتي هما صغننين وفي حضننا وكتموتو كتو، احسن لما نتعب لما يكبروا ويعندوا ويقفوا معانا الند بالند، ويبقوا مش عايزين يسمعوا كلامنا لان هما مش حاسين بحنيتنا. بس مع كل ده لازم نربي. وانتي لو مامي بتعملي كده انتي جميلة وقمر، والله العظيم مش بتفسدي، والله العظيم انتي هتحصدي احلى حصاد. يعني الكل هيسقف لك، كل اللي بينتقدك وبيقول لك انت مدلعه، انت مش عارفه، انت الحنيه بتربي. والله الكل بعد كده هيضرب لك احلى تعظيم سلام. ما تسمعيش كلام حد واستمري.